محمد الصباري. سي محمد، اليوم كاين حديث على ان المفاوضات الجايه غادي تكون برعايه امريكيه مباشره. واش كتظن ان هذا المعطى غادي يغير قواعد اللعبه ويزيد يقوي الموقف المغربي على المستوى الدولي؟ ممتاز. إذا الآن نحن أمام قرار. هذا القرار صادر عن مجلس الأمن وما كما قلت بدون معارضة ولو دولة واحدة من الدول 15، برعاية أمريكية بطبيعة الحال، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القلم. يمكن القول على أنه من الناحية القانونية الموضوع شبه محسوم، ولكن ستطرح عدة إشكاليات كبيرة ومعقدات تتعلق خاصة بالجوانب السياسية. السؤال المطروح: هل ستقبل البوليساريو بالمقترح المغربي، خصوصا بعد أن صارعت منذ الإعلان عن القرار وصدوره إلى الإعلان عن رفضها المشاركة في أي عملية سياسية تقوم على مقترحات لا تحترم ما تسميه هي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؟ هذا سؤال كبير. ثانيا، هذا الموقف كيف يمكن تجاوزه؟ إذن هذا الأمر يتطلب مفاوضات لن تكون سهلة ولن تكون يسيرة، بالعكس ستكون مفاوضات شاقة للغاية وتحتاج إلى ضغوط دبلوماسية مكثفة، وربما لن يتحقق هذا الأمر إلا بتفاهم سياسي أشمل، أي يشمل الأطراف الأربعة وخاصة الجزائر التي تظل مؤثرا حقيقيا في مواقف الجبهة أي البوليساريو وتوجهاتهم. لذلك قلت على أنه تعبير الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كونها هي التي ستستضيف هذه المفاوضات أولا، ثانيا كونها أيضا حاملة القلم وكونها صاحبة هذا المقترح، كلها أمور تصب في أنه نحن جد متفائلين أنها ستمارس الضغوط اللازمة من أجل إقرار هذا القرار، خاصة على أن الميثاق الأمم المتحدة يتضمن أيضا فصلا خاصا وهو الفصل السابع، يتحدث فيما يمكن أن يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، أي عند عدم احترام قرارات مجلس الأمن. هناك مجموعة من الجزاءات المنصوص عليها في أكثر من 13 مادة من ميثاق الأمم المتحدة. لذلك في حالة عدم احترام هذه المقتضيات ستلوح بطبيعة الحال الأمم المتحدة ومن قبلها بطبيعة الحال مجلس الأمن بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المقتضى. لذلك قلت على أن الأمر لن يكون يسيرا، لن يكون بسيطا. سندخل الآن معركة أكبر، معركة المفاوضات المباشرة، معركة الإقناع بطبيعة الحال والاقتناع، وهو أمرا ليس سهلا. ليس سهلا للأسباب الآتية: أولا هناك مجموعة من التحديات. التحدي الأول: هناك بعد إنساني واجتماعي يتعلق بعودة آلاف المغاربة الذين ولدوا في المخيمات أكثر من 50 سنة الآن. الذي ولد في المخيمات الآن منذ 76 الآن راه العمر ديالو 49 سنة. إذن هذا الإنسان أن يعود لحضيرة أرض الوطن إلى أهله وأبناء عمومته وكل شيء، هذا يحتاج إلى نوع من المفاوضات، إلى أن العملية ليست فقط سياسية أو تفاوضية كما يعتقد البعض، ولكن هي العملية معقدة جدا وفيها نوع من التحدي الإنساني والنفسي لإقناع هؤلاء بطبيعة الحال بالالتحاق بأرض الوطن والالتحاق بأهلهم ولم الشمل. قلت كذلك هناك عدة تحديات أخرى، ولكن الأهم هو أنني أريد مرة أخرى ومن خلال هذا المنبر أن أوجه رسالة خاصة، ليس للأفراد المتواجدين خارج المغرب وليس للأشخاص الذين يتبنون الطرح الآخر، ولكن أتحدث عن المغاربة وأتحدث عنا كوحدويين، على أننا أحيانا وبسلوكنا وبخطابنا نضر من حيث لا ندري قضايانا الوطنية العادلة. لذلك فإنني أطلب من إعلامي بلدنا وأكاديميها وباحثيها وكافة الشعب المغربي أن يستلهموا على الأقل من الخطاب الملكي ومن الخطب الملكية السابقة تلك العبارات الرزينة
التي يخاطب بها أفراد شعبه، سواء الذين يتواجدون في المخيمات أو الذين يتواجدون داخل التراب الوطني. وأقول على أن صاحب الجلالة، وهنا سأضطر إلى الرجوع إلى خطاب صاحب الجلالة لأستوحي العبارات بالضبط. قال صاحب الجلالة على أنه ورغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف. لاحظوا الحكمة، لاحظوا يعني قمة النبل في توجيه صاحب الجلالة، وهو لا يتحدث بطبيعة الحال عن الانتصار، يتحدث عن حل فيه لا غالب ولا مغلوب، لا يريد أن يشعر بأن هناك طرف قد هزم أو طرف قد انتصر. وأكد أيضا على أن المغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراعات الخلافات. لذلك أريد من هؤلاء، من كافة أطياف الشعب المغربي، أن يراعوا في تصريحاتهم، في كتاباتهم، في خطاباتهم، في لقاءاتهم، في ندواتهم، أن يتجنبوا قدر الإمكان خطاب الصراع، تأجيج الصراع، خطاب تأجيج الاختلافات. علينا جميعا أن نستلهم هذا من خطاب صاحب الجلالة. أيضا صاحب الجلالة في هذا الخطاب أيضا قال على أنه في هذا السياق نوجه نداء صادقا لإخواننا في مخيمات تندوف. لاحظوا هذا الوصف، لم يصفهم بالميليشيات، ولم يصفهم بالانفصاليين، ولم يصفهم بالمرتزقة، وإنما قال إخواننا في مخيمات تندوف. لأنك وأنت تريد من أشخاص ولدوا في تلك المخيمات، مخيمات تندوف ومخيمات الحمادة، أن يعودوا لأرض الوطن، إذن عليك على الأقل أن تخاطبهم بنوع من اللين، بنوع من الرشد، بأن تحترم إنسانيتهم وآدميتهم، حتى يتسنى لك إقناعهم بطبيعة الحال بالعودة لحظيرة أرض الوطن والجلوس لطاولة المفاوضات وقبول مقترح الحكم الذاتي. وأيضا وأخيرا صاحب الجلالة أكد في خطابه وقال على أنه من جهة أخرى أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار. إذن صاحب الجلالة استخدم عبارة أخي واستخدم عبارة فخامة الرئيس. لذلك شخصيا أستحي عندما أرى بعض الإعلاميين، عندما أرى بعض أشباه الصحفيين، عندما أرى بعض الأكاديميين يتحدثون عن أوصاف شتى للجزائر من قبيل الحظيرة، الزريبة، الكراغيلة، العسكر، الكبرانات. أعتقد يتعين الحسم والقطع مع هذه الأوصاف. لماذا؟ لاستلهام خطاب صاحب الجلالة، لأننا نريد بالفعل أن نطوي هذه الصفحة، ونريد بالفعل أن نحرص على إنشاء علاقات متميزة مع جارة كتب لنا بحكم التاريخ، بحكم الجغرافيا، أن نكون في خندق واحد. لذلك علينا أن نستلهم كما قلت خطاب صاحب الجلالة، وأن نغير من خطابنا بطبيعة الحال حتى يمكن أن نيسر لدبلوماسيتنا، سواء الرسمية أو البرلمانية أو الأكاديمية أو الرياضية أو الفنية إلى غير ذلك كلها، أن نيسر لها بطبيعة الحال أن تذيب جليد العلاقات، سواء مع الجزائر أو مع إخواننا في مخيمات تندوف والحمادة. شكرا السي محمد الصباري. كذلك ما نساوش بأنه الخطاب ديال الملك الأخير أقر بأنه هو الضامن لحقوق وحريات المواطنين، وأكد أن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف وبين إخوانهم داخل أرض الوطن. بالفعل الخطاب الذي يسود في إعلامنا في بعض الأحيان يضر بقضيتنا الوطنية أكثر ما ينفعها، خصوصا نعت الإخوان ديالنا في مخيمات تندوف المرتزقة أو غيرهم من الأوصاف. هذه الأوصاف تضر بقضيتنا الوطنية أكثر ما تنفعها.